طيب، هل الموضوع ليه إيجابيات؟ حتى لو ليه إيجابيات ما تفكّرش فيها، لإن أصلًا هو الموضوع حرام. فلو كل المعلومات اللي أنا باقولها لك ديّة مش فارقة معاك، فأظن الآخرة تفرق معاك، لإن دينك وحياتك وعقليتك السليمة ودماغك وتفكيرك السلام أهم بكتير من كل الكلام دوّة. حتى لو الأغاني ليها فايدة، اركنها على جنب خالص لإنها أصلًا حرام. طيب لو أنا يا سيدي بقى باسمع أغاني وكيّيف أغاني، أعمل إيه؟ ببساطة شديدة جدًا، ما تقابلش صحابك اللي أنت بتسمع معاهم أغاني، تاني حاجة امسح كل الأغاني اللي عندك دلوقتي حالًا، ولا تقرّب لأي أغنية لو أنت عامل follow لأي مغني unfollow على طول، عشان الأغاني ما توصلكش بأي طريقةٍ كانت. وابعد عن أي محتوى بيقدّم فيه الموسيقى بتاعته أو الفيديو بتاعه قصدي أغاني، ابعد برضه عنّه تمامًا عشان ما فيش أي مؤثِّرات تخلّيك تتشجّع إن أنت تشغّل أغاني تاني. ابعد عن كل ده تمامًا، وصدّقني ما فيش حل غير إنّك تبتعد بجد وتفكّر في نَفْسك وفي ربنا إن هو شايفك إن أنت بتعمل حاجة غلط وما ينفعش. بس دي كانت نصيحتي ليك، أتمنى فعلًا تتغيّر بعد الفيديو دوّة وتعيد النظر تاني في التفكير في الموضوع ده. بس كده يا سيدي، سلام.